ابراهيم نور الدين قريب، والركله الحره للزمالك ليوسف اوباما. الركله الحره على ابراهيم هلال. محمود فتح الله، احمد توفيق، عبد الشافي. حاجات ما كانتش موجوده في الشوط الاول. تقدم عبد الشافي وحازم امام على الطرفين والجنبين كان مهم، ما كانش موجود على الاطلاق في الشوط الاول. الشوط الثاني مختلف بتحركات الاثنين والكرات العرضيه اللي بتتعمل. لكن مين هيقابل في هذا المكان؟ دومينيك ولا احمد علي؟ ادي دومينيك، ادي حازم امام يلعبها. الكوتي قاطع، ترد الكره من جديد نور السيد وتدخل مشتركه. محمد عبد الواحد من وسط ثلاثه يا ولد يستخلصها ويلعب على طول اماميه لعبد الفتاح الاغا. عبد الواحد الاغا، هجمه سريعه مرتده سريعه، تلعب على طول عبد الله بيكا قرب من 18 الزمالك. بيكا عدل، بيكا سدد، بيكا بعيده، بيكا عن مرمى عبد الواحد لخارج الملعب. ضربه مرمى. الهجمات المرتده لوادي دجله مع وجود مساحات في خط او في نص ملعب فريق الزمالك بتشكل خطوره. شفنا ده في اللعبه اللي فاتت، 3 لمسات محمد عبد الواحد الاغا بيكا وصلوا. ترد الكوره على طول عبد الشافي، عايز يلعبها تخبط وتتحول لخارج الملعب. ضربه ركنيه. الضربه الركنيه لفريق الزمالك من الجهه اليسرى. حوار ما بين احمد حسام ميدو وهشام يكن في المدرجات. ملعوبه الكوره على طول مؤمن زكريا. مؤمن يلف الكوره، يطلع مصطفى طلعت قبل تدخل يوسف ابراهيم. لو مرت له ترجع من جديد لاحمد توفيق. على الارض نور السيد هيفتح لحازم. استلم حازم لسه عايز يمر مع عبد الله بيكا اللي نازل عشانه يلعب هات وخد ما تكملش. يقطع عبد الله بيكا، نازل عشان الكلام ده بيكا عشان يضغط على حازم. دومينيك يرجع من جديد، وقف تحت رجله. الاغا ياخدها لنفسه. الاغا لسه مضغوط عليه. عبد الفتاح الاغا ياخد ركله حره. عبد الفتاح الاغا واقع على الارض قريب من دكه وادي دجله. ادي اللعبه تاني ما بينه وبين حازم امام. الاغا كلما مر الوقت كلما ازدادت اعصاب لاعبي الزمالك توترا. متاخر 2-1 في هذا اللقاء، في وضعيه صعبه في الترتيب في المجموعه الثانيه اللي فيها تنافس. بتروجيت داخل ب 26 نقطه اول، الاسماعيلي ثاني 21، يعني حرس الحدود 19، دجله 19. الكلام ده قبل انطلاق مباراه هذه القناه 18. كل ده الشرطه وصل 17 والزمالك داخل ب 16 نقطه هذا اللقاء. شايفين حضراتكم يعني الفوارق. 3 نقاط النهارده تفرق كتير جدا في مسيره ومشوار الفريقين. لسه الوقت مبكر وفي لقاءات كثيره جدا متبقيه، لكن الفارق بيتسع. خلينا لسه ما نحكمش على النتيجه النهائيه، لسه الوقت مبكر للحكم النهائي على نتيجه هذا اللقاء. حازم امام الجهه اليمنى في الشوط الثاني عندها افضليه وتحركات افضل. ده لما بيتحرك حازم امام، وده العرضيه وهدف التعادل. لسه الكلام ما خلص. يوسف اوباما نازل، اخذ ثقه الكابتن احمد حسام ميدو وكان عند حسن الظن. نزل مع عرضيه حازم امام، دخل على طول براسيه، هز بيها شباك الحضري ورجع التعادل من جديد. 2-2. يوسف ابراهيم او يوسف اوباما نتابعه في الاعاده افاده مع محمد نصر الدين وزملاء الوحده 21. لعبت الكوره على طول، حلوه التمريره، حلوه العرضيه من حازم امام، حلو التحرك والرأسية من أوباما بعد ما مرت من أحمد علي. لقت رأس يوسف أوباما، سجل على طول منها الهدف الثاني في الدقيقة 34 من زمن الشوط الثاني. خرج دومينيك ونزل مصطفى فتحي. التبديل الثالث والأخير لفريق الزمالك. مصطفى فتحي على حساب دومينيك. ادي مصطفى فتحي طولت، اخذها عبد الله بيكا، يعني نزل بيكا عشان كله ما قدرش. حازم في الشوط الثاني واخد تعليمات، داخل بيكمل بيروح، عمل اكثر من عرضيه في منتهى الخطوره. ودي ميزه كبيره جدا لدى هذا اللاعب. الطرفين او الجنبين سواء عبد الشافي من ناحيه الشمال او حازم من ناحيه اليمين. 2-2 تعادل من جديد. كرة تتلعب طويلة قدام، الأغا لوحده، فتح الله قاطع،
يلعب لعبد الشافي، شوط تاني افضل كثيرا كثيرا من الشوط الاول. ياسر ابراهيم طويله قدام، استلام من احمد علي، يبحث عن وجود في اللقاء، يبحث عن هدف. اتقطعت الكوره، الاغا تتمرر على طول لعبد الله بيكا، يلعبها لمحمد عبد الواحد. عبد الواحد بهدوء وثقه يستلم ويلف، لكن ما فيش حد من زمايله مكمل معاه، يقطع حازم امام. نور السيد، نور توفيق، ادي دومينيك بعد خروجه. فتح الله، محمد عبد الشافي، نور السيد، مؤمن زكريا. نور السيد تحركات وضغط واستحواذ لفريق الزمالك، حتى لما تأخر بالهدف استطاع انه يرجع ويتعادل من جديد. الان يبحث عن التقدم، عن الثلاث نقاط اللي كنا لسه بنتكلم عليهم، وقلنا الوقت مبكر للحكم النهائي على النتيجة. ادي كرة عرضية بعرض الملعب عند عبد الشافي، معاه مهاب سعيد. مهاب الكوتي منسى، الكوتي تدخل مع الكوتي ودافع وصفارة وركلة حرة. دخل مع احمد توفيق وبطاقة صفراء بياخدها مين؟ حازم امام، لان احمد توفيق عنده بطاقة صفراء. اللي داخل معاه حازم امام فعلا ياخد بطاقة صفراء. توفيق عنده بطاقة صفراء، لو كان اخدها كان هيطرد، لكن ياخد حازم اللي خد البطاقة الصفراء. اتلعبت الكرة على طول امامية من جديد. ادي اوباما اتشد، تحت الفرصة، انفراد مصطفى فتحي. مصطفى فتحي، لا ميدو بيدفع بتبديلات عشان تجيب اهداف، دفع باوباما جاب له الهدف. مصطفى فتحي ما كملش 3-4 دقايق وسجل الهدف الثاني. لكن ايه الهدوء اللي بيلعب بيه ده؟ استلم، وقف، وعصام الحضري قعد يحرك رجله كده عشان يقع وينام عصام الحضري، ولعبها في سقف المرمى عاليه بعيد تماما عن متناول عصام الحضري عشان يتقدم الزمالك من جديد. مصطفى فتحي في الدقيقه 38 من زمن الشوط الثاني يضيف الهدف الثالث للزمالك ويجعله في المقدمة من جديد. ادي الكرة الثانية، ادي الاستلام، ادي واحدة، لا قعد عصام الحضري على الارض، وفي الثانية لعبها فين؟ فوق عالية تماما في سقف المرمى عشان يسجل هدف التقدم. يا ولد مصطفى فتحي اللاعب الناشئ لكنه كبير بعطائه بهذا الاداء بهذا الهدوء في مباراة مهمة زي دي. تبديل ثالث لفريق وادي دجلة، خارج ابراهيم هلال ونزل عمرو مرعي، مهاجم عمرو مرعي. لسه كابتن هشام زكريا يبحث عن يعني اداء ونتيجه افضل في هذا اللقاء، بيدفع بعمرو مرعي. المباراه راحت وجت اكثر من مره، 5 اهداف في اللقاء، 3-2، 3 الزمالك، 2 وادي دجله. بدايه الاهداف شايفين حضراتكم الثبات، شايفين اللمسه والتمويه على عصام الحضري. عصام الحضري اللاعب الكبير صاحب الخبرات الطويلة والإنجازات.